today's talk هيكون عن حاجة انا اتكلمت عنها قبل كده بصراحة، بس هتكلم عليها تاني as a reminder. عشان يعني حصل موقف النهاردة قبل الامتحان، فحسيت كده ان انا محتاجة افتكر الكلام ده وافكره لكم كمان، وهي الاخذ بالاسباب. اللي حصل النهارده في الامتحان ان انا، او قبل الامتحان يعني، ان هي مادة صعبة، هي مادة صعبة جدا، والمنهج بتاعها كبير وطويل، والامتحانات ما بتجيش ألذذ حاجة يعني. ففي الطبيعي انا كنت بعمل ايه يعني في الموقف اللي زي دي؟ كنت بقول خلاص انا ذاكرت وعملت اللي عليا، وطبعا مبقاش ذاكرت يعني، بس بقول ان انا خلاص انا ذاكرت، اوكي كده الامتحان بيجي صعب، فانا في الحالتين مش عارفه احل. انا في العادي بعمل كده، انا في العادي كنت بعمل كده، بس النهارده حسيت انه ليه ما بذلش مجهود اكبر، اشتغلش واعمل اللي عليا وابذل مجهود اكبر من كل مره، بما انه الامتحان صعب او الامتحان هيجي صعب او الماده صعبه، فابذل مجهود كبير علشان لما يجي صعب اقدر احل السهل في الامتحان. فضلت النهارده بعمل وبذاكر وبشتغل لاخر لحظه، وزي ما قلت قبل كده في فيديو قبل كده انه احنا لازم فعلا نشتغل على نفسنا ونذاكر لحد اخر لحظه. يعني انا كنت مثلا دايما ببقى قبل الامتحان الصبح اللي هو خلاص انا مش فايقه، انا مش هعرف اراجع، انا مش هعرف اعمل، وما براجعش تاني، وبناء عليه طبعا بدخل الامتحان ناسيه كل حاجه وكده. بس النهارده حسيت انه لا، انا هراجع، انا هفضل لحد اخر لحظه براجع وبذاكر وبعمل اللي عليا. هو ده اللي احنا عايزينه، انه انا بعمل اللي عليا والباقي ده بقى مش بتاعي، خلاص النتيجه دي مش بتاعتي، انا اسمي عملت اللي عليا واخدت بالاسباب وذاكرت. فهي دي فكره الاخذ بالاسباب. الاخذ بالاسباب مش ان انا اقول انا ذاكرت وخلاص، لا، الاخذ بالاسباب ان انا اقول ذاكرت وذاكرت كويس جدا، اوكي، وحليت امتحانات وكتبت وعملت، علشان النتيجه بعد كده لما تطلع اللي احنا المفروض مالناش دعوه بيها، اوكي، اقول انا عملت اللي عليا. الدعوه بتاعت اللي هي ربنا يدينا على قد عملنا او على قد تعبنا، بجد بجد احنا مش المفروض ان احنا نتضايق منها، لانه لما فعلا بنذاكر ونتعب جامد بنبقى فعلا عايزين، او انا بصراحه بيجي عليا اوقات ببقى اللي هو عايزه يا رب اديني على قد تعبي، مش على قد الدلع اللي انا اتدلعته مثلا في اول الترم او كده، لا، ببقى عايزه فعلا اخد على قد التعب اللي انا تعبته ليله الامتحان. بس ده التوب بتاع النهارده. بس عندي امتحان يوم الاربع، فهقعد اذاكر ساعه كده ان شاء الله، وهو البي دي اف حوالي 78 سلايد، فاشوف هخلص قد ايه في الساعه دي. وبس دعواتكم، و I swear والله في الاجازه هتبقى الفيديوز متعوب عليها اكتر من كده يعني. بس دعواتكم.